يا أهلا بكل الهبيدة والمحللين اللي منورنا. بص يا سيدي، النهاردة عندنا قصة من قلب ليجا الأسبانية، قصة فيها ليحة فلوس وصراع أجنحة وشاب طالع زي الصاروخ اسمه كارل إيتا يونغ. اظبط القعدة ويلا بينا نشوف المكنة هتطلع قماش إيه النهاردة. البداية، العرض اللي كهرب الأجواء. تخيل تبقى قاعد في أمان الله ومعاك جوهرة كاميرونية عندها 22 سنة، وفجأة يجيلك عرض ب30 مليون يورو كاش ماني. الرقم ده في لغة الكورة يعني شنطة فلوس تقدر تغير حال نادي زي ليفانتي 180 درجة. بس الصدمة مش هنا، الصدمة في الراوتر اللي مطلع العرض ده، نادي سيسكا موسكو الروسي. صلب الموضوع، الحكاية وما فيها. بص يا صديقي، كارل إيتا يونغ ده مش مجرد مهاجم، ده مشروع مهاجم عالمي، لدرجة إنه برشلونة حاطت عينه عليه بقاله فترة وعايزه يكون خليفة ليفاندوفسكي في 2026. ليفانتي اشترى الواد ده ب3 مليون يورو بس، ودلوقتي قيمته وصلت ل30 مليون، يعني زيتنا في دقيقنا والمكسب 10 أضعاف. إيه اللي حصل بالظبط؟ نادي ليفانتي المزنوق مادياً لقى عرض سيسكا موسكو زي طوق النجاة ووافقوا فوراً، بس إيتا يونغ وقف لهم زي اللقمة في الزور، قال لهم روسيا لأ يا حبايبي، أنا عايز ألعب في دوريات بتشارك في أوروبا وعيني على البريمير ليج أو برشلونة. المخبر الاقتصادي بيقولك إيه؟ الموضوع قلب خناقة في أوضة اللبس. الإدارة ضغطت على المدرب إنه يقعد الواد دكة أمام فياريال عشان يضغطوا عليه يوافق على البيعة، بس الواد دماغه أنشف من الحجر. المستفيد الأول كان هيكون ليفانتي، 30 مليون يورو ينعشوا الخزنة. المستفيد المنتظر برشلونة، اللي قاعد مستني على الشط وعايز يخلص الصفقة في الصيف بمبلغ أقل أو يفعل بند الشراء اللي هو برضو 30 مليون يورو للأندية الإسبانية. الخلاصة، المصلحة فين؟ بص يا سيدي، إحنا قدام ماتش شطرنج حامي. ليفانتي عايز الفلوس دلوقتي عشان يسد ديونه، واللاعب عايز المستقبل واللعب في الكامبيون، وبرشلونة بيلعب دور المتفرج الذكي اللي مستني الثمرة لما تستوي وتقع في حجره. الصراع ده خلى العلاقة بين اللاعب وناديه على كف عفريت، والجو مكهرب ألاما قبل نهاية الميركاتو. الدرس المستفاد، في لغة المصالح مفيش انتماء، فيه أرقام بس أحيانا طموح اللاعب بيكسر حسابات الخزنة. يا ريت تقولولي في الكومنتات، لو انت مكان إيتا يونغ تروح روسيا وتملى جيوبك ولا تستنى حلم برشلونة؟ بص على المصادر تحت ونشوفك الحلقة الجاية.